السلام عليكم. غنبدا سلسلة جديدة كل فترة نحط فيها قصة وأسباب سقوط بعض الممالك حول العالم، ونفتتحها بأسباب ضعف وسقوط السلطنة الشريفة في الحماية. مني كتسول مغربي على سبب دخول الاستعمار غيقول لك كون غير ما ساعدناش الامير عبد القادر حيت هو السبب حتى دخلت معنا فرنسا في معركة ايسلي. وإلا سولتي بعض الجزائريين على سبب استعمار المغرب غيقول لك ملككم باع البلاد وخان الامير عبد القادر. التساؤل هنا، ماذا لو السلطان ما عاونش الامير عبد القادر؟ او ماذا لو ما تمش الانقلاب على ولي العهد مولاي محمد اللي كان المفروض يكون سلطان المغرب بعد الحسن الاول، لولا مؤامرة الحاجب بوحماد عليه ونصب في مكانه مولاي عبد العزيز ذو 16 سنة؟ او نمشيو بعيد، ماذا لو مولاي سليمان ما تبعش سياسة الانغلاق اللي دفع فيها المغرب ثمن تطوره ومواكبته للعصر؟ فماذا لو شي حاجة من هاد الشي ما وقعش؟ هل كان المغرب ياخذ طريق اخر ويبقى مستقل، ام ان السقوط في الحماية كان امر محتوم ولا مفر منه؟ وفي هاد الحلقة ما غنشوفوش قصة دخول الاستعمار او قصة الامير عبد القادر مع المغرب، حتى الحلقة خاصة به. المهم في هاد الفيديو نشوفوا شنو اسباب ضعف المغرب وخلات الاستعمار يدخل ليه، لانه معظم الدول اللي سقطت في يد الاحتلال لم تصمد لبضع ساعات او ايام او حتى شهور، على عكس المغرب اللي ظل يحارب لاجل استقلاله منذ 1844 حتى العام 1912. قبل ما نبدا خليني نقول لك ان المغرب عاش اخر ازهى ايامه في عام 1790، العام اللي يتوفى فيه اعظم اخر سلطان في تاريخ المغرب اللي هو سيدي محمد الثالث العلوي، اللي نقدروا نختصروا المسيره تاعو في انه ربط علاقات خارجيه كثيره بين المغرب واوروبا وروسيا وامريكا. بعد أن أصبح المغرب أول بلد يعترف بها كبلد مستقل، وأيضا دعمه اللامشروط للدولة العثمانية دخلت في مرحلة الضعف وغدق عليهم بالمساعدات من الأموال والسلاح، بل وحتى ربط علاقاته الخارجية مع أوروبا بعلاقات أوروبا مع الدولة العثمانية، حيث قال لهم في رسالة للقناصل بطنجة أن من عقد السلام مع الأتراك فقد عقده مع المغرب، ومن نقض الصلح وأعلن الحرب فهو منذ ذلك اليوم في حرب مع المغرب أيضا. وبلا ما نساو تحريره لمازاغان من قبضة البرتغال اللي هي مدينة الجديدة حاليا، وهزمه الفرنسيين في معركة العريش. المهم السلطان اللي أمسك بلاد مدمر بعد حرب أهلية دامت 30 سنة وجعله ينتعش اقتصاديا، ولكن فور وفاته المغرب يبدا يدخل في عصر مظلم، بداية بابنه مولاي اليزيد اللي كان مكروه في حياة أبيه حيث حاول ينقلب عليه رغم أنه كان يستعد باش يكون الخليفة على العرش، ولكن بعد وفاة أبيه اللي كان أصلا في طريقه لمحاربة ابنه توفى في الطريق، وقدمت البيعة للأمير اللي كانوا الجنود جايين باش يحاربوه حتى أصبحوا يقدمون ليه الطاعة والتهاني كسلطان على المغرب عام 1790. ومولاي اليزيد يهدم كل ما بناه والده ويقير رجالة الدولة اللي عينهم باه، وارتكب مزاجر على يهود تطوان ودخل في حرب مع إسبانيا لأجل استرجاع سبتة ومليليا، ولكن حكمه ما غيدومش طويلا حيث في عام 1792 تقتل في معركة ضد أخيه الثائر مولاي هشام برصاصة في الخد، بالإضافة إلى أن مولاي هشام كان مدعو من طرف إسبانيا لإلهاء مولاي اليزيد عن استرجاع سبتة ومليليا. ونخصص حلقة على هذه الحرب الأهلية في سلسلة الحروب الأهلية المغربية بداية من الحلقة المقبلة. المهم دابا أجي نشوفوا مسببات دخول الاستعمار وحدة بوحدة حتى تقول لي رأيك في الآخر، واش المغرب كان مصيره يسقط في الحماية أو كان ممكن يسلك طريق آخر؟ المغرب كان مبني على عظمة شخص واحد هو السلطان. إذا كان السلطان له خبرة كافية في السياسة والدين والتسيير وشخصية قوية وإرادة باش يطور البلاد فالمغرب كيكون بخير، ولكن إلا كان عكس هاد الشي فكيف ما كتعرف أن نظام السلطنة هو نظام مطلق، السلطان كيكون ماسك كل شي في يده وجميع القرارات كترجع ليه واخا تكون صغيرة، يعني الدولة ورجالاتها ما يقدروش يديروا شي حركة بلا موافقة السلطان اللي إذا كان يفتقر لشي حاجة من الصفات اللي ذكرت ليك هادشي كيولد أزمة وثورات في المغرب. حد العادة خيبة كانت في حكام المغرب منذ الأدارسة إلى 1957، هو ما كانت شي حاجة سميتها ولي العهد، بل كانوا يعتمدون على الشورى والعلماء والأشراف اللي كيتفقوا على مبايعة واحد من أبناء السلطان أو إخوته، وفي بعض الأحيان الإخوة الآخرين أو الأعمام كيرفضوا هادشي وكيتمردوا عليه ويعلنوا عليه الحرب باش يطيحوه، وفي أحيان أخرى بعض القبائل كيتفقوا يبايعوا شي واحد آخر من أبناء السلطان أو إخوته في مقابل يعطيهم بعض الامتيازات، وهنا فين كتبان الحرب الأهلية. المهم من ناحية ولاية العهد كان أقصى ما يمكن فعله هو السلطان يكتب وصية على شي واحد من أفراد عائلته إلى شاف فيه الخصال المطلوبة لخلافته، ولكن يقدر ينقلبوا عليه أو يغتالوه. وبالنسبة للعهد العلويين باش يعينوا ولي العهد فكيعطيو مهام كقيادة حركة على القبائل الثائرة أو يعينوا خليفة ليه على الأقاليم الكبرى،
وأغلب السلاطين العلويين قبل ما يعتالوا العرش كانوا خلفاء على إقليم مراكش، لكون رمزية مراكش التي هي إحدى مدن المغرب الكبرى ومن مدنه الإمبراطورية. وآخر سلطان علوي كان خليفة على مراكش أثناء شبابه هو مولاي عبد الحفيظ. المهم موضوع ولاية العهد كما قلت لك كان يحدد بطريقة دينية بواسطة ما يسمى أهل الحل والعقد. ومن الأسباب الأخرى علاش كتقوم حروب أهلية بين الإخوة على العرش هو أن نظام السلطنة كان يرفع قيمة السلطان وحده ويهمل بقية العائلة. ومعلومة لازم تعرفها أن الحسن الثاني ما تم تنصيبه رسميا ولي للعهد حتى العام 1957 من يوجه الملك محمد الخامس خطاب سامي كيعينه رسميا ولي للعهد، وهو نفس العام اللي تم تحويل فيه النظام من السلطنة للملكية. واحد من أخطر الأسباب علاش المغرب القرص لا خيار أمامه سوى توقيع معاهدة الحماية، حيت ما كانش مدين غير فرنسا وإسبانيا بل عدة دول أوروبية كبريطانيا وألمانيا، ولكن فرنسا قامت بدفع تلك الديون كجزء للظفر بالمغرب لصالحها. والدين الخارجي للمغرب ارتفع بشكل ملحوظ منذ خسارة حرب تطوان عام 1860، حيث معاهدة وادراس كان فيها شروط تضرب في الصميم الاقتصاد المغربي، عبارة على التنازل على سيدي إيفني لصالح إسبانيا ودفع غرامة مالية اللي أصلا خزينة الدولة ما كانتش عندها، الشيء اللي خلى المغرب يزيد يتسلف من أوروبا. ومني كتسلف وما عندكش باش ترجع الدين اللي عليك، فأوروبا كتسلك واحد الطريق خبيث هو كتبدا تدخل في بلادك على شكل تنازلات في الموانئ والتجارة، مما يجعل المنتجات الأوروبية رخيصة الثمن تطغى على المحلية، والدولة كيبقى لها أمر واحد هو ترفع الضريبة على المواطنين، الشيء اللي كول الثورات وتمرد. هناك نوعين ديال التمرد، الاول كان منذ زمن وفي اي مكان في العالم، هو من كترفض شي قبيله دفع الضرائب ولكن كتبقى عاطيه ولائها للسلطان اسميا، بمعنى اخر انها تعترف به كسلطان وامير للمؤمنين لكن لا ترغب في دفع الضرائب، الشيء اللي كيخلي السلطان يقوم بما يسمى بالحركه والهجوم على القبائل المتمرده او اللي كتعرف ببلاد السيبه. ومنذ قرون ظلت الدولة المغربية تنتهج خطة الاعتماد على العصبية القبلية، وهو في حالة تمرد قبائل أمازيغية فكيحاربوها بقبائل عربية والعكس كذلك، وهكذا كان الأمر حتى العهد مولاي سليمان. أثبتت هذه الخطة فشلها مرة تحالفت بعض القبائل الأمازيغية المتمردة مع قبيلة أخرى من اللي كانت مشاركة في المعركة لجانب السلطان اللي تعرفت بمعركة زايان عام 1819، وتم سجن السلطان، ولكن كيف ما قلت لك ولاؤهم ليه كان سابق، فكل ما كانوا يريدون هو عدم دفع الضرائب، فما آذوش بل على العكس ضايفوه وأكرموه وعاملوه بتقديس بفضل المكانة الكبيرة للسلاطين العلويين عند المغاربة. تل هنا رغم ذلك الوضع كان بخير، حيث كان مجرد معارك هنا وهناك وكانت نزاعات داخلية لا يتدخل فيها طرف خارجي، وإذا ربح المخزن في المعركة فراه نجاح كاسح ليه، حيث يستبيح أموالهم وممتلكاتهم كعقاب لهم على التمرد. أما التمرد الثاني اللي بان في أواخر القرن التاسع عشر هو الأخطر، حيث تدخل فيه أوروبا وتستغله في صالحها باش تضعف الدولة المغربية، بحيث استغلت ثورة بوحمارة من يتزاد النفوذ تاعو وأعلن نفسه سلطان على شرق المغرب، وتزاد النفوذ تاعو حتى أصبحت إسبانيا توقع معه اتفاقيات خاصة بمناجم الحديد اللي سيطر عليها، أو ما وقع مع الريصوني اللي كان مقاوم وبطل شعبي في تاريخ المغربي جراء وقوفه ضد التوسع الأوروبي في المغرب، ولكن اختطف مواطنة أمريكية وزوجها، الشيء اللي خلى أمريكا تجيب سفنها الحربية وتهدد المغرب بقصف مدينة طنجة إذا ما تمش إطلاق سراح الأسرى، حتى تم دفع الفدية من قبل الدولة المغربية. عاد تم إطلاق سراحهم اللي كانت عبارة على 70,000 دولار، وإلا حولتيها للدولار ديال 2023 فراها تعطيك أكثر من 2 مليون دولار. وحدث نفس الشيء مع مدرب الجيش المغربي القايد ماكلين اسكتلندي الأصل، وتاني دفعت عليه الدولة المغربية فدية 20,000 جنيه استرليني. فعهد السلطان سيدي محمد الثالث بعد ربطه العلاقات الخارجية العديدة مع أوروبا وتوقيع معهم عدة اتفاقيات تجارية، وباش يجذب أوروبا للتجارة في الموانئ المغربية ولحماية بضاعتها ورعاياها أصدر قانون المحميين، والمحميين هم المواطنون المغاربة الحاصلون على حماية قنصلية أوروبية في المغرب. وباش نقرب لك المعنى مزيان، أي أنه أصبح معفي من الضرائب المغربية ولا تطبق عليه القوانين المغربية، يعني مغربي عايش بصفة أوروبي في المغرب. وفي عهد محمد الثالث كانوا المحميون قلال، بالإضافة ديك الساعة المغرب كان مازال قادر يقارع أوروبا وميزان القوة كان متقارب، ولكن في أواخر القرن 19 رجعوا المحميون في المغرب بالآلاف. ونعاود نصيغها ليك، تخيل معايا أنت عندك حماية فرنسا أو بريطانيا، وعلى سبيل المثال أي مكروه يوقع ليك لازم الدولة اللي كتحميك تتدخل باش تساعدك، ومستعدة تحرك أسطولها وتقصف مدينة مغربية كاملة على قبلك وما تخلص لا ضريبة ولا قانون يجري عليك.
شنو تقدر دير بهاد الامتيازات كلها؟ ونزيدك ماذا لو كان معاك مغاربه محميون بالالاف؟ شنو ممكن يديروا؟ المهم تقدر تكون جاتك بزاف الافكار في بالك. اجي دابا شد هاد الشيء ودير عليه اسقاط في القرن التاسع عشر، في الزمن اللي ما كان فيه لا قانون دولي ولا احترام حقوق الغير، في الزمن اللي غير القايد ما تقدرش تهز فيه راسك. هكذا كان الحال في المغرب في نهايه القرن 19 وبدايه القرن العشرين، بحيث ان المحميون يدخلوا الدوله المغربيه في افلاس وازمات داخليه، حيث اصبح المغاربه ليسوا مغاربه في بلاد المغرب. ولكن اوروبا ما كانش كتعطي الحمايه لكل من هب ودب، بل المغاربه الاثرياء فقط اللي كانوا يتحصلون على الحمايه الاوروبيه باش يتعفاو من الضرائب. يعني شكون يبقى يخلص الضريبه؟ فقط المغاربه متوسطي الدخل والفقراء. وهنا فين تبدا الازمه الحقيقيه في البلد، من الخزينه ما غتبقاش تدخل هاد الضريبه، فما كيبقى على الدوله غير تسلف، الشيء اللي كيعني المزيد من التنازلات لاوروبا، او ترفع الضرائب، الشيء اللي كيولد الثورات. قبل ما نقول لك على هاد السياسة، اجي نشوفوا ثلاث قصص قصيرة وقعت في أوروبا بين نهاية القرن 18 وبداية القرن 19. 5 ماي 1789 قامت الثورة الفرنسية على ملك فرنسا لويس السادس عشر، وأعدم مع الزوجة تاعو ماري أنطوانيت بالمقصلة. وستقوم الجمهورية الفرنسية بفكر اجتماعي وسياسي جديد أتحدث ثورة في العالم الغربي. عام 1764 العالم الاسكتلندي جيمس وات يخترع المحرك البخاري لحدث ثورة في المجال الصناعي والفلاحي والنقل والقطاع العسكري. 18 ماي 1804 نابليون يعلن نفسه إمبراطور فرنسا، ويبدأ التوسع في أوروبا للسيطرة على القارة بأكملها. وفعلا نجح تقريبا، حيث سيطر على إسبانيا وإيطاليا ووصل حتى النمسا قاصدا روسيا. ونخليو قصة نابليون وعلاقته بالمغرب حتى الحلقة مستقبلية. المهم نابليون يحدث ثورة في المجال العسكري من بعد ما يقدر يهزم الجيوش أوروبا بتكتيك عسكري فريد من نوعه. ودابا أجي نرجعو للمغرب ونشوفو شنو وقع في نفس الفترة. عام 1790 توفي السلطان سيدي محمد الثالث عن عمر 80 سنة، اللي كان طامح أن يكون المغرب قويا ويجاري أوروبا. وبين عام 1790 وعام 1792 حكم ولده المتمرد مولاي اليزيد، اللي قلت لك سابقا بالهدم ما بناه والده، وما طولش بزاف في الحكم حيث تقتل في المعركة. واعتلى العرش العلوي أخوه مولاي سليمان، لا يدخل في حروب أهلية ضد 5 من خوته اللي كان كل واحد فيهم باغي العرش، لدرجة أنه بين 1792 و 99 الوضع السياسي في المغرب يكون فيه 6 سلاطين من أبناء سيدي محمد يحكمون المغرب في نفس الوقت، وكل واحد واخذ بيعة منطقة. ولكن التاريخ سجل مولاي سليمان هو السلطان الشرعي، حيت خدا البيعة ديال العاصمة فاس. المهم بعد تثبيت مولاي سليمان لعرشه غتجي حرب أهلية جديدة لمولاي سليمان ضد القبائل الثائرة. ولكن معركة أزدرو عام 1811 غتكون الضربة الصادمة للمخزن، لا ينهزم فيها جيش السلطان على يد أبو بكر مهاوش. وهاد المعركة تهرس داك الحاجز بين قبائل جبال أطلس القريبة من العاصمة فاس. تكملة لما ذكرته سابقا، هو نهار نابليون يبدا المغامرات تاعو وحملته على مصر، اللي كانت كارثة عظيمة على المسلمين في ذاك الوقت، حيث الأول مرة منذ قرون تم احتلال بلد من بلاد المسلمين من طرف قوة مسيحية، والطريق الرابط لحجاج شمال إفريقيا إلى مكة. وبعد هاد الحملة يبدا نابليون غزو شبه الجزيرة الإيبيرية، ويبدا التربص بالمغرب. بل الوضع المقلق اللي وصل ليه المغاربة ذاك الوقت، بدات تروج شائعات أن نابليون يبني جسر خشبي باش يعبر للمغرب. رغم أننا اليوم كنعرفوا هادشي مستحيل، ولكن تقدر تكون فهمتي درجة القلق اللي وصل ليها المغاربة. وعلاش لا؟ فإذا سمعتي هناك إمبراطور جديد بدأ يخضع أوروبا واحتل إقليم من أقاليم الدولة العثمانية الأكثر أهمية. المهم هاد الحوادث كلها تخلي مولاي سليمان يدير ما يسمى بسياسة الانغلاق، هو يلغي جميع اتفاقياته مع أوروبا وطرد الأوروبيين من الموانئ المغربية وسد الحدود. وهذه بالنسبة لي هي أكثر حاجة سببت ضعف المغرب، حيث دفع فيها المغرب ثمن تطوره ومواكبته للعصر، ولكن في مقابل ذلك باش يحافظ على استقلاله. عام 1798 يدخل طاعون إلى البلاد قادما من الشرق، ودام بين 1798 حتى 1800، وكان السبب في إيقاف الحرب الأهلية بين مولاي سليمان وإخوته الخمسة بسبب وفاة أغلب منافسيه بالمرض. وبما أن الدولة ما دارش الحجر بسبب رفض الفقهاء لهذا الإجراء بحجة أنه يخالف الشريعة، وهذا الوباء ما هو إلا اختبار من الله، والدولة ما حاصلتش الطاعون في المناطق اللي منتشر فيها، بل حتى المولى سليمان من يخرج من فاس اللي كانت عامر بالوباء ملتجئا الى الرباط، فراه يكون في المحله ديالو ناس هازين معهم المرض، الشيء اللي يخلي المرض يحط في اي مكان حط فيه السلطان، ويمشي ضحيته الاف المغاربه لدرجه ان شهرته وصلت حتى لاوروبا. وبعض القبائل خوات عن بكره ابيها، وفي بعض الأحياء بفاس توفي فيها 15,000 شخص، وبقي غير 30 شخص على قيد الحياة حسب الرحالة الإنجليزي كورتس. ومن كثرة الوفيات والجثث الموبوءة الناس ما بقاتش تقدر تدفن الضحايا،
ومن بعد ما يساليها الطاعون غتجي مجاعة تضرب البلاد بسبب الجفاف بين 1817 و 18 وتبعتها عدة مجاعات أخرى. المهم عدد المغاربة في القرن 18 كان يقدر ب 6 حتى 8 ملايين نسمة، يعني في القرن 19 كان لازم هذا العدد يتضاعف توصل 12 أو 14 مليون نسمة، ولكن على العكس عدد المغاربة نقص للنصف حتى أصبحوا يقدرون ب 4 ملايين نسمة بسبب كثرة الحروب والصراعات والمجاعات والأوبئة. في وقت أوروبا بدأت تشهد قفزة سكانية جراء التقدم الطبي ووفرة المحاصيل من العالم الجديد. ايضا بلا ما نساو حجم الفساد اللي وصل ليه المغرب في القرن 19، بحيث اصبح وزراء المخزن يختلسون الاموال ويأخذون الرشوة، حيث في ذاك الزمن الوزراء ما كانش عندهم راتب شهري، فقط يعيشون على ممتلكاتهم واعمالهم الخاصة. بالاضافة نهار المولى الحسن الاول حاول يجمع نخبة الطلبة من انحاء المغرب وارسالهم في بعثات لتدرس في اوروبا، وبداو القياد يقيدوا أسماء الطلبة اللي لازم يكونوا من أحسن الطلبة في قبيلتهم كيف ما وصى السلطان. ولكن القضية تدخلها الرشوة وباك صاحبي أو القايد كيقيد ابنه أو قريبه. وهاد البعثة اللي خسرت عليها الدولة فلوس صحيحة أغلبهم كانوا ما مهتمينش بالدراسة أو ما كانوش يقدروا يفهموا الدروس، أو البعض الآخر يدخلوا السجن بسبب الجريمة. ولكن الأمر ما غيحبسش هنا، حيث منا يكملوا قرايتهم ويرجعوا للمغرب يتم إهمالهم وما يتعطاهمش المناصب اللي تخليهم يساعدوا في تطوير البلاد، بل على العكس طلبة اللي تكونوا في الهندسة العسكرية تعطاتهم مهام مهمشة بحال العناية بالخيول أو يخدموا كمترجمين. وحسب ما قالته ثريا برادة أن الدولة ما طاقتش فيهم حيث شكوا فيهم أنهم أصبحوا متنصرين، وفعلا وقع هذا الشيء واحد المرة، حيث واحد الطالب مغربي سميتو محمد بن عبد الرحمن من ديك البعثة يتنصر ويصبح جاسوس لدى البعثة الفرنسية، ويبداو يقولوا عليهم أنهم أصبحوا أوروبيين وملحدين لأن أصحاب المناصب الكبرى خافوا يفقدوا مراكزهم. المهم فكرة المولاي الحسن الأول للإصلاح فشلت بسبب عدم وجود مراقبة دائمة، وأيضا فساد حاشية السلطان، اللي حسب وصف الكاتب الإنجليزي روجرز أن السلطان الشاب كان يريد تطوير البلاد، وهو أول سلطان له رغبة حقيقية في إدخال الحضارة للبلد على عكس الصدر الأعظم الفاسد. ومعلومة سريعة حول بعثات الطلبة المسلمين إلى أوروبا، هاد الفكرة دارتها حتى الدولة العثمانية نهار رسلهم السلطان عبد الحميد باش يتكونوا ويرجعوا بالخبرة والمعرفة لتطوير الدولة، ولكن هاد الطلبة كانوا السبب في سقوط الخلافة العثمانية من بعد ما شافوا في أوروبا أو الشيء اللي هما بغاو يشوفوه أن سر النجاح البلد هو إسقاط الحاكم أو يصبح لديهم حاكم يسود ولا يحكم. حتى أسسوا جمعية الاتحاد والترقي لتقليل صلاحيات السلطان العثماني وتمهيد الطريق لإسقاط الخلافة. المهم هاد الشيء نخليه حتى الحلقة مفصلة في نفس هاد السلسلة حول أسباب سقوط الدولة العثمانية. نهار نوا مولاي عبد العزيز يواجه الأزمة المالية في الخزينة، قام بجمع الضرائب اللي كيخلصوا المغاربة ومعاها حتى الزكاة في ضريبة واحدة يخلصوها المغاربة كاملين، الثري والفقير. ولكن المغاربة الأغنياء اللي من بينهم حتى ذوي النسب الشريف اللي كانوا معفيين من الضرائب يبداو يحرضوا ويخرجوا في مظاهرات بكون هذا الشيء تشبه بالكفار، حيث ذاك الوقت كان المجتمع المغربي محافظ للغاية، فتم الإطاحة بهذه العملية الإصلاحية. بالإضافة بعض من هذوك الطلبة اللي رسلهم المولى الحسن الأول نساو بعضهم وخلوهم في أوروبا، كيف ما الطالب محمد الكعاب اللي بعد وفاة الحسن الأول رسل رسالة للصدر الأعظم بوأحمد أنه انقضت 7 سنوات ونصف وما جاوش داوهم. خليني نسولك واحد السؤال، هل المغرب نهار خسر معركة إيسلي عام 1844 صافي السلطان هز يديه وجلس يبقى يتفرج في البلاد تنهار والاستعمار يدق الأبواب؟ الجواب هو لا، حيث مباشرة بعد تلك الهزيمة هي أول هزيمة للمغرب منذ قرون ضد قوة أوروبية وظهور ضعف المغرب العسكري والاقتصادي، قام المولى عبد الرحمن في عام 1845 بإرسال بعثة لفرنسا فيها السفير عبد القادر أشعاش مرفوق بواحد العالم اسمه محمد بن عبد الله الصفار باش يدير بحث ويسجل باش فايتيننا الغرب وشنو نقدروا نديروا باش نطوروا البلاد بحالهم. المهم الصفار يبدا يكتب ويكتب بزاف، ولكن في الحقيقة الشيء اللي كتب الصفار في التقرير تاعو ما كان فيه حتى فائدة. الشيء اللي كيوصفه في التقارير كما لو أنه كان في نزهة لفرنسا، حيث الفقيه الصفار تبهر وتصدم من حجم التفاوت بين المغرب وفرنسا في ذاك الوقت، ووصف العمران ديالها والطرقان المسطحة والقطار اللي ركبوا لأول مرة وعدد القناطر والأنفاق، بل من كثرة الصدمة اللي تلقاها يبدا يوصف ويكتب على شي حوايج اللي أنا ما نقدرش نقولها ليك ولكن الموجودة في الكتاب تاعو لحد الساعة، حيث الفقيه يبدا يوصف نساء فرنسا بشهوة وينسى أن تقريره يترفع للسلطان باش يقراه. المهم الفقيه الصفار يبدا يتحسر على بلاده علاش ما وصلاش لهذا الشيء، ولكن المثير للسخريه في الامر هو الصفار اكتفى فقط باش يوصف اشنو شاف وما طبق حتى حاجه من داك الشيء اللي شاف في بلاده، ففشلت مهمه مولى عبد الرحمن الاصلاحيه. الاقتصاد المغربي منذ زمان كان يعتمد فقط على الصناعه التقليديه بحال الجلد،
بحيث أصبح المغرب مشهور بصناعة الجلد عالميا، حتى دخل مصطلح الماروكينغي على اللغة الفرنسية وكيعني الجلد المغربي، وكيتعتبر من أجود أنواع الجلود في العالم، حيث منذ القدم كان معروف المغرب بجودة صناعة الجلد، ولا زال فيه لحد الساعة مصنع الدباغة الأقدم في العالم والمستمر في العمل منذ أكثر من 1000 سنة بفاس، وأيضا صناعة النسيج والفلاحة. فإذا كان العام زين وممطر راه المغاربة داك العام بخير، أما العام اللي كتقل فيه التساقطات أو كيجي الجفاف والجراد فراه عام أزمة ومجاعة للبلاد، والمغرب ظل يعاني من الجفاف والمجاعات حتى أتى الحسن الثاني بسياسة بناء السدود. من أسباب تكالب الدول الأوروبية على المغرب هو الضعف العسكري، بالخصوص بعد أن تخلى مولاي سليمان على الجهاد البحري لأنه ينافي الشريعة الإسلامية ومحاربته لعدة بدع أخرى، حيث قال عليه بأنه كان يتبع الفكر الوهابي، وكما اهتمش بتطوير الأسطول البحري في وقت بانت فيه الكورفيت والسفن البخارية. وعندما جاء مولاي عبد الرحمن حاول إعادة الجهاد البحري كما كان في عهد جده سيدي محمد الثالث، هو أي سفينة تابعة لدولة ما عندهاش اتفاقية تجارة مع المغرب يتم أسرها حتى يتم توقيع الاتفاقية. ولكن بما أن الزمن تغير ولقى أوروبا ولات هي سيدة البحار، حيث لما قراصنة سلا أسروا سفينة تخص مملكة نابولي، هذه الأخيرة أبحرت بأسطولها وقصفت مدينة العريش، فتم التخلي على الفكرة. ونمشيو لعام 1830، العام اللي أعطى انطلاقة الإمبريالية الأوروبية على إفريقيا، فبعد اجتياح فرنسا للجزائر العثمانية واستسلام الداي، ومن بعد إضعاف جيوش الأمير عبد القادر والتجاؤه للمغرب، بدأت فرنسا بالتحرش بحدود المغرب عن طريق الدخول في استفزازات ومناوشات مع القبائل المحادية ومع الأمير عبد القادر حتى العام 1844، منها تقرر فرنسا تتبعه وتحط أقدامها داخل الحدود المغربية. فهناك يحرك المغرب جيشه رغم تحذيرات الأمير عبد القادر للأمير سيدي محمد الله يصبح محمد الرابع في عام 1859 بأن الجيش المغربي لن يصمد أمام جيش فرنسا، ولكن سيدي محمد كان عزم على المضي إلى الحرب. ومع أول طلقة قرب مدينة وجدة في واد إسلي تحديدا ينكشف مدى ضعف الجيش المغربي اللي معتمد على تكتيك قتال قديم يعود لمعركة واد المخازن، هو الهجوم بالفرسان على شكل هلال، وهو نفس التكتيك اللي كتشوفوا اليوم في احتفالات التبوريضة. فكيفاش هذا الجيش يواجه جيش فرنسا الموجه بأحدث الأسلحة والمدرب بأحسن تكتيك، والجيش اللي بناه نابليون، بالخصوص أن أرض المعركة كانت مسطحة، الشيء اللي سهل على فرنسا تصد هجوم الجيش المغربي. بل حتى الأمير سيدي محمد فرش القضية، حيث كان لابس اللباس الأميري مع المظلة السلطانية، الشيء اللي خلى الجيش الفرنسي يوجه المدافع ديالو ناحيته. ومني بدا القصف نزل الأمير من حصانه باش يغير ملابسه ونزل المظلة كذلك، وعندما التفت الجنود ما لقاوش مظلة الأمير، ساب لهم أنهم تقتل، فوقعت الفوضى في صفوف الجيش. ولكن رغم داك الشيء كانت الهزيمة في المعركة محتومة حتى لو لم تقع هذه الحادثة. واش معاهدة لالا مغنية كانت هي السبب في خسارة المغرب لأراضيه ووقفه لمساعدة الأمير عبد القادر، أم نستمع للرواية الجزائرية أن فرنسا أعطت أراضي هدية للمغرب حيث سلم لهم الأمير عبد القادر؟ أجي نشوفوا شنو وقع في الحقيقة، وديك الساعة كيبقى انت شنو رأيك في هادشي. في 6 غشت 1844 قبل معركة إيسلي اللي وقعت في 14 غشت من نفس العام لقصف مدينة طنجة وتطوان وأصيلة، بل حتى في نفس يوم المعركة تم قصف مدينة الصويرة. والسبب علاش هو باش تضغط فرنسا على السلطان بقبول شروط لالا مغنية، اللي من بين الشروط ترسيم حدود بين المغرب والجزائر. إذا إلى خدينا الرواية الجزائرية كمصدر موثوق اللي أصلا لا يوجد لها ولا دليل تاريخي، فهل فعلا فرنسا قصفت مدن ساحلية راح ضحيتها الآلاف باش تخلي السلطان المولى عبد الرحمن يقبل الهدية اللي هي عبارة على أراضي جزائرية؟ هل هناك دولة في التاريخ تخسر حربا وتربح أرضا؟ بل على العكس، معاهدة لالا مغنية خسر فيها المغرب أراضي مغربية اللي من بينها لالا مغنية نفسها، حيث ما عليك غير دير زيارة للخزانة الحسنية في الرباط وتلقى رسائل للسلطان المولى عبد الرحمن يوبخ عامله على طنجة كون هذه الحرب كلفت المغرب وأرضه. المهم هذه قصة جانبية حول واش فعلا المغرب خان الأمير عبد القادر أم أن الأمير هو اللي سلم نفسه لفرنسا. وقبل منها راتب مدى الحياة ويمدح ملك فرنسا بالشعر في رسائله. المهم قصة الأمير مع المغرب أتبقى حلقة مستقبلية. المهم من ذاك العام منها تشوف أوروبا الضعف اللي وصل له المغرب، أتبدا الدول الأوروبية في التكالب على المغرب، بداية ببريطانيا عام 1856 أتحرك أسطولها وتهدد بقصف السواحل المغربية إلى ما وقعش السلطان اتفاقية معها فيها شروط في صالح بريطانيا وحدها.
المهم اتفاقية 1856 مع الإنجليز غتكون هي الضربة القاسمة للسيادة المغربية، ومنذ ذلك العام أي بدأ المغرب في خسارة سيادته شيئا فشيئا، حيث في عام 1859 تعمد إسبانيا باستفزاز القبائل المغربية المحاذية لسبتة ومليليا للدخول في حرب تطوان اللي وقعت في عهد سيدي محمد الرابع، ودخلها المغرب لأجل استرجاع سبتة ومليليا لكي تقال عليهم أنهم تباعوا عن طريق دراجة هوائية في عهد مولاي العبد العزيز، رغم أن المعركة قد حصلت قبل ولادة المولى عبد العزيز. المهم بعد خسارة المغرب لحرب تطوان فرضت عليه اتفاقية وادراس في عام 1860. اللي خاص تعرف هو أن المولى عبد الرحمن بن هشام السلطان المعروف بخصاله الحميدة ودعمه اللامشروط للدولة العثمانية بالمال والعتاد، السلطان اللي شهد له عمه مولاي سليمان بأخلاقه ورزانته في وصيته بأن يكون هو السلطان المغربي بعده وفضله على أولاده، رغم أن أباه مولاي هشام حارب مولاي سليمان. إذا سواء ساعد المولى عبد الرحمن الأمير عبد القادر أو لم يفعل، راه كان الاستعمار داخل في الحالات بجوج، وهذا من آرائي الشخصية. وشوف انت شنو رأيك؟ هو أن فرنسا ما كانتش تسمح يبقى بلد مسلم مستقل جار لبلد مسلم مستعمر، بالإضافة السلطان كيفرض عليه المنصب تاعو من منطلق ديني وإنساني، وكسلطان أتته بيعة قبائل تلمسان أن يدافع عن جاره، بالإضافة أن المغاربة خرجوا في مظاهرات لجعل السلطان يقدم دعما للجزائر، بل حتى أطلقوا النار على منزل القنصل الفرنسي بطنجة لما وصلت أخبار اجتياح الجزائر، وإلا فكان سيسجل عليه التاريخ أنه تعاون مع الاستعمار، شي اللي كتقولوا الروايات الجزائرية بدون أي مصدر تاريخي. هادو هما الأسباب اللي بانوا لي أكثر تأثيرا في ضعف السلطنة الشريفة. وما رأيك فيما فعلته أوروبا؟ وهل المغرب تعلم من أخطاء الماضي وفي طريقه للإصلاح؟